السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بألف خير، والأمة الإسلامية كلها بألف خير، اللهم آمين يا رب العالمين. خلاص كلها يوم ورمضان يهل علينا، يا رب يهل علينا ويعود علينا الأيام بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. وإحنا كلنا في صحة وفي سعادة، وربنا كده يفرج على أهل غزة، اللهم آمين. طبعا رمضان ليه طقوسه، ومن أهم طقوسه العصير. العصير لازم وأساسي يقبل على الفطار، حتى لو احنا في الشتاء والجو ساقعة، ده من طقوس رمضان. وطبعا كلنا عارفين ان المانجا السنة دي كانت غالية جدا، ويعني محدش قد كده خز المانجا الا القلة القليلة، يعني الا من رحم ربي، وانا منهم ما خزنتش مانجا. فايه رأيكم بقى؟ يعني معنى كده ان احنا مش هنشرب مانجا؟ لا، هنشرب مانجا، ومانجا طبيعية طبيعية طبيعية، بأكد اهو يا جماعة. مانجا كلها فيتامينات وكلها فوائد غذائية وطبيعية. هنعملها معاكم ان شاء الله بطريقة بسيطة جدا وسهلة. هتشربوا مانجا طول الشهر، مش طول الشهر كمان، طول السنة بإذن الله، بمكون مالي السوق. مالي السوق، ويعني انا كنتش متخيلة ان هو يطلع بالجمال اللي انا شايفاه ده. شايفين القوام بتاع المانجا؟ شايفين المانجا عاملة قدامكم ازاي يا جماعة؟ شكل ولون وطعم وقوام، لا بصراحة حاجة جميلة جدا. وكمان عملنا عصير البرتقال برضو بنفس اللي طبعا البرتقال اصلا كده كده موجود، ده الموسم بتاعه، بس المانجا اللي الموسم مش بتاعها. بس احنا هنعملها بإذن الله، هتطلع مانجا مانجا، اللي هيشربها مش هيقدر يقولك ان دي مش مانجا نهائي. يلا بينا ونقول بسم الله ونبتدي ونقول عملناها ازاي. الجزر، جزر مالي السوق. هتجيبي الجزر، هو ده اللي هنعمل منه المانجا. طب هتعملي مانجا من الجزر ازاي؟ اصبروا معايا كده وتابعوا الفيديو. بس في الاول كده، ان عجبكم الفيديو باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. انا كان معايا 2 كيلو من الجزر، قشرتهم وغسلتهم كويس. طبعا تقدري تعملي اي كمية جزر انت حباها، ما تتأيديش بكمية معينة. أنا كان معايا 2 كيلو، خدت منهم كيلو قطعته حلقات زي ما حضراتكم شايفين كده، وكيلو عملته مربى. قطعيه بقى بالشكل اللي انت حباه، حلقات عايزة تبشريه براحتك. بس أهم حاجة بعد ما تقطعيه حلقات، تاخديه تغسليه تاني غسلة كويسة تحت المية وتصفيه. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحط عليه مية وناخده كده على النار نسلقه. احنا عايزين الجزر مسلوق مسلوق مسلوق، يعني مش نص سلق، لا يبقى مهري خالص. هنحطه على نار عالية، بعد ما يبتدي يغلي كده نهدي عليه النار ونسيبه يتسلق براحته خالص. طبعا الجزر معايا اهوت اتسلق خالص، شايفينه دايب دوب ازاي. ودي المية بتاعته، المية بتاعت الجزر. احنا هنحفظ الجزر في المية بتاعته، مش هنصفيه من المية. انا بحاول اوريكم الجزر بتاعنا، هو ده المكون السحري اللي هنعمل بيه العصير النهارده. نعمل بيه عصير المانجا، عصير الخوخ، عصير المشمش، عصير البرتقال، اي حاجه لونها برتقاني هنعملها ان شاء الله بعصير الجزر. طبعا انا واحده من الناس ما كنتش اول مره اجرب عصير الجزر بصراحه، ان انا ازاي الجزر هعمله عصير واشربه، لا. بس بامانه ربنا بعد ما جربته قلت لا، انا كنت غلطانه غلطانه فعلا، اللي انا يعني ما عملتش العصير ده من زمان. هناخد الجزر قدامك طريقتين، يا اما تفرميه في الخلاط بالشكل ده، تحفظيه. احنا هنحفظه في علب بالميه بتاعته، يعني انا مش هصفي الميه، هحفظه بالميه بتاعته. يا اما افرمه في الخلاط يا اما احطه على بعض. بس بصراحه بعد ما فرمت شويه قلت طب ولازمتها ايه التعب؟ ما انا كده كده لما هاجي اخد منه شويه علشان اعمل عصير، ما هو كده كده هيتضرب، يعني ملهاش لازمه ان انا اعينه مفروم. فقمت حاطه مكمله العلبه بالجزر اللي هو الحلقات. طبعا تقطعيه زي ما انت عايزه، تقطعيه حلقات، تقطعيه صوابع، تبشريه براحتك، المهم ان هو يتسلق، يتسلق ويبقى ناعم خالص. شايفين الميه بتاعته؟ وريتها لكم الميه بتاعته صفرة ازاي. طبعا هنعمل العصير بالميه بتاعه الجزر، هنزودها بس شويه ميه. الجزر هتحفظه بالشكل ده، يا اما في علب يا اما في اكياس تلاجة، وهنحطه في الفريزر. وقت ما نحب نيجي نعمل عصير هناخد شويه منه كده ونحطهم في قلب شفشق الخلاط ونعمل العصير.
بس بلاش تعمليه تخزنيه ببرطمانات، عشان تعرفي وانت تيجي تاخدي من الفريزر حبة، تعرفي ان انت تطلعي بالمعلقة كده وتاخدي. فالاسهل ليكي يا اما علب يا اما اكياس تلج. انا طبعا هحفظهم بالشكل ده في الفريزر، وقت ما احب اخد هعمل عصير. انا بس بوريكم طريقة حفظ الجزر المسلوق عشان يسهل معايا ان انا اطلع واعمل منه عصير على طول. نبتدي نعمل ايه. اول حاجة هنعمل معاكم عصير المانجا. هاخد شوية احطهم في الشفشة، شوية جزر على قد كمية العصير اللي انا هعملها بشوية من المية بتاعته، وهنحط السكر المناسب لينا، كتير قليل على حسب ما بتحبي السكر بتاعك. وهنزود المية، هنحط طبعا كمية مية مش كتير علشان عصير المانجا بيبقى قوامه تقيل، فما نزودش المية. طب ايه الحاجة اللي هتدينا بقى النكهة بتاعت المانجا؟ الفروتي. يا جماعة انتوا قلت ان عصير طبيعي 100%. اي والله هو طبيعي، كل الجزر كله فوائد وفيتامينات وفي كل حاجة. انا يا دوبك هاخد حاجة بسيطة بس من الفروتي. يعني كيس الفروتي ده ممكن يكفيكي 7 6 مرات، يعني 7 8 مرات، مش 7 6 مرات. شايفين انا خدت منه حاجة بسيطة ازاي؟ هي طبعا تحسي ان هي مالية نص المعلقة، بس هي ما كانتش مليانة. هي كانت المعلقة اللي معكوكة كده من من الفروتي، بس هما كانوا شوية صغيرين، حطيتهم ادولي النكهة. بأمانة ربنا أنا ما كنتش متخيلة إن فعلا يطلع بالجمال ده. أنا زي ما قلت لكم عصير جزر إيه، أول مرة أجربه، وصدقوني جربوه هيعجبكم جدا جدا. محدش هيتخيل إن ده أصلا مش مانجا. شايفين القوام بتاعها عامل إزاي؟ شايفين اللون بتاعها؟ طبعا احنا عارفين ان قوام المانجا بيبقى تقيل، فاحنا مش هنكتر ميه، فعلشان يطلع القوام معانا تقيل والشكل بتاعها ولا الطعم. انا بصراحه مرضتش اطلع الفيديو غير لما اعرف راي ولادي، لانهم برضو ما بيحبوش ان الجزر يتحط في العصير. بس لما شربوه، مجرد بس ما الكوبايه قربت منهم كده قال لي ده عصير مانجا. شربوه قالوا لي مانجا، مانجا مانجا يعني. تقدري برضو تعملي الخطوة ديت مع عصير الخوخ. زي ما قلتلك تجيبي فروتي خوخ وتحطي برضو منه شوية على حسب كمية العصير اللي انت هتحطيها. هتعملي كمية كبيرة حطي شوية على قدها، هتعملي شوية صغيرين يا دوبك تديله إيه لمسة نكهة بس كده. طبعا تقدري لو قلتلك زي عصير الخوخ، عصير المانجا، عصير المشمش. هنيجي بقى نعمل عصير البرتقال اللي هيختلف شوية من الجزر برضو حطينا عليه برتقانية واحدة، بما اننا نحن في موسم البرتقال. بس لو مش في موسم البرتقال وحابة تعمليه بالشكل ده، يبقى تعمليه بنفس الخطوات. تحطي جزر، المية، السكر، شوية صغيرين من فروتي البرتقال، يديله النكهة بتاعة البرتقال، يعني شوية صغيرين. طبعا انت لو جيتي تعملي عصير بالفروتي بس من غير الجزر، استحالة يطلع بالقوام ده، استحالة. هيديكي نكهة بس استحالة يطلع بالقوام وبالشكل اللي انت شفتيه ده، بالشكل الطبيعي. يديكي شكل طبيعي للعصير، سواء عصير البرتقال او المانجا. شايفين بقى هوصف لكم كده عصير البرتقال. طبعا عصير البرتقال بيبقى لونه فاتح عن عصير المانجا، ويبقى القوام بتاعه كمان اخف من عصير المانجا. شايفين الفرق؟ ده عصير البرتقال، ده عصير المانجا. بس طبعا قبل ما هتصبي العصير في الكاسات بتاعتك او الكوبايات بتاعه البرتقال، هتصفيه كويس الاول، لان الشوائب اللي بتبقى طالعه من اللحم بتاع البرتقال. يبقى العصير البرتقالي يتصفى كويس يا جماعه. انا صفيته وبعد كده صبيته في قلب الكوبايه. ده عصير المانجا، شايفين اللون بتاعه، وده عصير البرتقال. بأمانة ربنا جربوه، هتشربي طول الشهر الكريم عصاير بكل النكهات اللي انت حباها. طبعا ما حدش يجي يقول لي اعمل عصير فراولة بالجزر. لا طبعا احنا عصير الفراولة بيبقى لونه فاتح احمر، فمش هينفع نعمله بالجزر، هيديني نكهة بس اللون لا. احنا بنقول العصاير اللي فيه اللي هي لونها بيبقى برتقاني اصلا، اللي هي زي ما قلت لك المانجا، البرتقان، الخوخ، المشمش. اعملوها وهتحفظي الجزر المسلوق من غير لا ملح ليمون ولا اي افتكاسات ولا سكر ولا اي حاجه. هتسلقيه وتحطيه في العلب في الفريزر، تاخدي منه زي اي عصير وتعملي العصير بتاعك. وكده الفيديو بتاعنا خلص، واترككم في رعاية الله.